وحشتوني جدا. من فترة كده، من حوالي أسبوع، نزلت بوست على الفيسبوك، على البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتي، بقول فيها إنه عشان أعلم الطفل إنه يبذل مجهود في الزمن اللي بقى فيه استسهال اللي إحنا فيه دلوقتي، محتاجة أدربه إنه عشان ياخد فرصة تانية، عشان لما خطأه يتكرر ويجي ياخد فرصة تانية، يشوف إيه الطريقة المناسبة اللي ممكن ياخد بيها فرصة تانية. يعني إيه؟ يعني أنا ما أقعدش كل شوية هو يغلط فأنا أقول له يا حبيبي أنا هديك فرصة تانية، يا حبيبي أنا هديك فرصة تانية، خلاص صلح اللي أنت عملته وأنا هديك فرصة تانية، أو. طيب انا اقدر ازاي اقول للطفل ان انت محتاج تعمل مجهود عشان تاخد فرصة تانية؟ هو انا ليه اصلا يا اميرة عشان ادي طفل فرصة تانية اخليه يبذل مجهود؟ طب ما خلاص، ما هو احنا مش المفروض ان احنا بنعلم اطفالنا، بنتقبلهم كما هم، بنعلمهم ان في مساحة للاخطاء؟ هو انت مش في الفيديوهات اللي فاتت قايلة ان احنا في مساحة للاخطاء بنديها للطفل عشان يخطئ ويتعلم من خطأه؟ ايوه انا قلت كده فعلا. ولكن لما بندي للطفل مساحة للاخطاء ويخطأ خطأ، ثم بعد شوية يكرر نفس الخطأ واديله نفس المساحة من الخطأ والتسامح، وبعدين يكرر نفس الخطأ واديله نفس المساحة من التسامح، ويكرر نفس الخطأ واديله نفس المساحة من التسامح، يبقى انا بعلم الطفل ايه المسج اللي انا بوصلها لطفلي. المسج اللي انا بوصلها لطفلي هنا انه اغلط زي ما انت عايز، مفيش اي نتيجه لاخطائك دي، انت هتفضل تخطأ وانا هفضل اصلح وراك، او نفضل نشوف ايه الموضوع وخلاص. لكن لما اعلم طفلي انه غلط غلطه مره سامحته، او اديته فرصه، واتنين وسامحته، تالت مرة لا، في هنا مشكلة، انت محتاج عشان تاخد فرصة تانية تشوف هتعمل ايه عشان تصحح خطأك. لما الطفل يلاقي نفسه مضطر يفكر ويبذل مجهود ويلاقي حلول عشان يصلح الخطأ ده، عشان ما يكررش نفس الخطأ تاني، هيلاقي نفسه ان هو بعد ما يصلح الخطأ مش هيكرره تاني. ليه؟ لان في جهود انا ببذله عشان اصلح اخطائي. البني ادم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ازاي؟ خلقنا ان احنا بنستسهل، احنا اصلا مش عايزين نشتغل ولا نتعب ولا احنا عايزين نلاقي حاجه نعملها. ففي الزمن اللي احنا فيه، بما ان في قدامنا بقى تكنولوجيا كتير وتلفزيون وموبايلز وجيمز وحاجات كتير قوي بتلهي الاطفال وبتلهينا احنا الكبار شخصيا، فاحنا عندنا استعداد فطري طول الوقت ان احنا نبقى ماسكين الريموت وعمالين نشغل ونقلب من هنا لهنا 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 وخلاص. فالاوبشن بتاع التسامح المفرط اللي انت بتديه لطفلك هيبقى عامل زي الريموت بتاع التلفزيون، هيغلط الغلطه وبعدين هيتك على الريموت عشان تسامحيه، عشان انت بتسامحي كتير وعلى طول، يعني مفيش ضوابط للتسامح ده، فهيدوس على الريموت ويقلب القناه عشان مره يبتزك عاطفيا، مره يزعل ويتضايق فانت تصالحيه، مره يقول لك معلش، مره يطنش ويتجاهلك عشان خاطر الموضوع يعدي وتنسي وبكره يوم جديد. فانت كده لما بتتسامحي بشكل مفرط، وهنا بتكلم عن الافراط، يعني انا ما عنديش مشكله خالص، واتكلمنا في فيديوهات كتير قبل كده عن الاخطاء، يا ريت ترجعوا للفيديوهات دي، انه لما الطفل يخطئ يبقى عندي مساحه بحتويها وبحتضنها، زي ما انا بقول دايما ليه ان انا احتوي مساحه للطفل يغلط فيها واتكلم معاه على الاخطاء دي من غير لوم. حلو، عملت ده وتكرر الخطا، يبقى انا لازم يبقى عندي فتره او طريقه اخلي الطفل يقعد يفكر فيها، هو انا ازاي هصلح الغلط ده، وازاي هثبت لماما ان انا استحق فرصه تانية، او استاهل ان انا اخد فرصه تانية عشان مش هكرر الغلط ده تاني. كتر اعطاء الفرص بدون ضوابط بيعلم الطفل الاستسهال، بيعلم الطفل ان الناس كلها هتسامحه بعد كده، والحقيقه انه الناس كلها مش هتسامحه، انت بس اللي هتديله المساحه دي، الاب والام هم اللي هيوفروا له المساحه دي بس، لكن باقي الناس مش هتوفر للطفل المساحه دي. يعني نادرا ما حد هيسامحه مره او اتنين، يعني لو كرر الخطا مره تانية فالناس هيقولوا لا ده قاصد وبقى شخص مؤذي وبقى تحول لاذى مش خطا ومش عارف انتوا عارفين بقى الكلام الكبير اللي بقى مش شويه، وهيلقى يعني هيطلق عليه لقب توكسيك اساسا. فانا عشان اخلي طفلي يبذل مجهودات حقيقيه في انه ياخد فرص، يبقى ادربه انه الفرص لا تعطى هكذا. يعني انا ما بديكش فرصه كده، مش انا اسف يا ماما مش هعمل كده تاني خلاص يا حبيبي خد كذا، انا اسف يا ماما مش هكسر دي تاني خلاص يا حبيبي حصل خير، انا اسف يا ماما مش عامل ايه فداك يا روحي، مش ايوه في حاجات طبعا فيها فداك وحصل خير لما تكون عن طريق خطا غير مقصود، ماشي مش عارف ايه فوقع حاجه كسرها، فداك يا حبيبتي مفيش مشكله خالص، بس المره الجايه لو سمحتي خدي بالك. لا، تاني يوم ماشي بقى باستهتار، خلاص ما هو المره الاولانيه كان تمام، كان حصل خير، ماشي باستهتار، او ماشي باستهتار في البيت وضربت حاجه بايديها او ضرب حاجه بايده وقعها. امبارح انت برضو وقعت حاجه وانا قلت لك ما حصل خير، مفيش مشكله، بس انت محتاج تاخد
بالك اكتر من كده، وللاسف دي حاجه كانت غاليه عندي قوي، انا هضطر اخد من مصروفك عشان اجيب زيها، او انت ممكن تجيب لي بدلها بقى، او تجيب بدلها في البيت هنا عشان احنا بنستخدمها في البيت. هنا الطفل بيتحمل نتيجه ومسؤوليه الشيء اللي هو عمله، طالما الشيء بدا يتكرر. المره الجايه الطفل وهو ماشي في البيت هياخد باله انه ما يوقعش الحاجات، او تبقى مشيته متزنه. ده طبعا غير ان انا لو انا بشتغل تنميه مهارات مع طفل، اخد بالي ان لو طفلي بيمشي في البيت غير متوازن، انا محتاجه اشتغل على الجروس موتورز، او على التوازن بتاعه في الحركه والمهارات بتاعه الحركه بتاعته، او اديه تمرين. او لو هو صغير، سنه صغير تحت سن 6 سنين، ممكن اشتغل معاه المهارات الحركيه اللي احنا بنشرحها في كورسات المونتسوري. تقدروا ترجعوا للكورسات وتشوفوا الحاجات اللي بتعمل ده. طيب لو انا دلوقتي حلو عمل دوت وبدا غلط وصلح الغلطه بتاعته ديت، والحاجه اللي كسرها مثلا جاب زيها، وبعدين مره تانية كسر حاجه تانية او غلط غلطه تانية، نفس الغلطه اتكررت تاني، فجاي يقول لي معلش يا ماما والله حقك عليا، ممكن تديني فرصه تانية، ما تزعليش مني لو سمحتي. فانا هنا ابدا ادربه على فكره حبيبي، انا ما عنديش مشكله ان انت تتعلم من اخطائك، لكن انا عندي مشكله ان نفس الخطا بيتكرر مره واثنين وثلاثه. فاحنا محتاجين نفهم هو الخطا ليه بيتكرر مره واثنين وثلاثه، ومحتاجه انك تقعد تفكر وتلاقي حل ان الخطا ده ما يتكررش تاني. عشان تثبت لي ان انا فعلا اديك فرصه. يعني ما انا كل ما اديك فرصه، كل ما اديك فرصه وانت ما تثبتليش الفرصه دي، فانا احس انه خلاص ملوش لازمه بقى الفرص اللي انا بديها لك. فالعلاقه بيننا هتوصل لشكل مش لطيف. هل انت حابب ده؟ يقول لك لا. طيب انا كمان مش حابه ده خالص، وحابه العلاقه بيننا تبقى حلوه قوي، حابه العلاقه بيننا تبقى لطيفه ولذيذه. فخلينا خليك تقعد وتفكر، هديك مساحه من الوقت تقعد وتفكر في طريقه تهديني بيها او تقنعني بيها انه الخطا ده مش هيكرر كل شويه، انت كل شويه بتعمل كذا، انت كل شويه بيحصل كذا، فانا محتاجه ان ده ما يكررش كل شويه. فكره ان الطفل يقعد ويبذل مجهود في انه يفكر ازاي يساعد نفسه انه ما يعيدش الخطا ده تاني، فكره انه ازاي يلاقي لنفسه حلول او حاجات تفكره انه ما يكررش الخطا ده تاني، ده مجهود. طيب وبعدين بعد ما يقول المجهود ده ويبدا ينفذ المجهود ده، بقى يبدا خلاص هينفذه، يبدا يتكلم معايا فيه وياخد خطوات فيه، ده معناه انه بيبذل مجهود عشان يثبت لي انه بيتغير. لكن فكره خلاص يا حبيبي انا هديك فرصه ثانيه، المهم المره الجايه تتغير وما تعملش ده تاني، او تغير التصرف او الطريقه دي وما تعملهاش تاني. ما هو انت هتفضلي تقولي نفس الجمله كل مره. ما هي نفس الشكوى من الامهات بتجيلي، انه كل مره بيقول لي او انا مش هعمل كده تاني ومش هكرر ده تاني، وبيكرروا ليه؟ لان كل مره بتسامحي بنفس الشكل، كل مره بتتغاضي بنفس الطريقه. بقى في تسامح مفرط، بقى في تقبل مفرط للاخطاء مش متوازن. لكن انا محتاجه هنا شويه تقبل متوازن للاخطاء، ونفس الخطا بقى لما يزداد عن حده اقدر اعديه مره اتنين، عند الثالثه اقول لا في علامه انذار، ارجعوا بقى للفيديو اللي بيتكلم كيف اتعامل مع الخطا المتكرر. الفيديو ده هتلاقوه على اليوتيوب. فلما الاقي بقى في خطا متكرر، لا في هنا علامه انذار، هعمل الحاجات اللي قلناها في الفيديو. طب لما يكرر رابع وخامس، لا ده انا بقى عندي هنا مشكله، انا بقى عندي هنا مشكله ان الطفل بيتساهل في طرق التسامح بتاعتي. اما ان عقله بدا يشتغل في طرق للتلاعب بيا، وده يا جماعه طبيعي وبديهي. يعني فكره كلمه تلاعب هي مش كلمه شيطانيه في حد ذاتها، لانها بتستخدم في حاجات كتير قوي. هو احنا اوريدي طول الوقت بنشغل عقلنا ازاي يلاقي مخارج من الحاجات. ففي تلاعب بسيط كده لطيف بينمي المخ والمهارات والحاجات، وحاجه لطيفه. وفي تلاعب مسيء لشخصيه سامه بتستخدم التلاعب بشكل شيطاني للتلاعب بالبشر. لكن فكره ان انا الاقي طريقه اصالح بيها ماما، فانا بفضل ادور في عقلي واتلاعب كده شويه عشان اراضيها، دي حاجات لذيذه كده لطيفه شويه. ده تلاعب بسيط خفيف كده. لكن التلاعب التوكسيك اللي هو السام، اللي هو بيستخدم في العلاقات او بيستخدم بشكل مفرط بطريقه ممنهجه ومنهجيه جدا وعارفه هو رايح فين، اللي هو الناس اللي بتستخدم علم النفس العكسي والعلم النفس الاسود الفيديوهات اللي بيتفرجوا عليها، الحاجات الغريبه اللي بيتفرجوا عليها على اليوتيوب دي حاجات مؤذيه جدا، ودي طرق عمديه متعمده ان انا اعمل ده. فلا مش بتكلم هنا عن كده خالص، انا بتكلم على ان الاطفال احنا كمان واحنا كنا اطفال كنا بشكل بديهي وفطري بنلاقي طرق عقليه للتلاعب عشان نلاقي حاجات نخرج بيها من المأزق بتاعنا. محطوطين في مأزق فبحاول اتلاعب، اجي كده شويه اجي كده شويه اجي كده شويه عشان اعمل حلوه. ده بينمي المهارات العقليه، لكن ما يبقاش طريقه ممنهجه، او ما خليهوش يبقى عند طفلي بطريقه ممنهجه هو بيعمل كده عشان يخرج من كل المأزق بتاعته. لا، محتاجه اوجهه ناحيه انه التفكير بتاعه ده او المجهود العقلي والذهني اللي هو عمله
نروح في ناحيه انه يبذل مجهود، انه فعلا يبقى اللي جواه زي اللي براه، مش انه يتلاعب عقليا بطرق ملتويه عشان يخليني اسامحه. لا، انا محتاجاه يلاقي حاجات ممنهجه، واحد اتنين تلاته. انا الخطا ده فعلا اتكرر اربع خمس مرات، انا شايفه وملاحظه، حلو ان هو يعترف بده، ده شجاعه. ولازم نربي ولادنا على فكره الشجاعه دي، ان انا اعترف بالخطا اللي انا عملته، اوكي ان انا اغلط واعترف بالخطا اللي انا عملته طالما هتحمل مسؤوليه الخطا. في فرق هنا بين الوقاحه والبجاحه والشجاعه، معلش يعني. الوقاحه انا اقول عملته، ايه المشكله يعني، ما كل الناس بتغلط وغلطت خلاص، ده طفل وقاح او ده اتربى على الوقاحه والبجاحه. لكن التاني انا عملت التصرف ده فعلا وغلطت فيه وهتحمل نتيجه الخطا بتاعه، دي شجاعه. في فرق جامد جدا بين الوقاحه والبجاحه والشجاعه. فلما اكون اربي طفلي على انه يبقى شجاع ويعترف بخطأه، ولما يلاقي الخطأ بدأ يتكرر يوصل للبذره بتاعه انا بكرره ليه او بعمله ليه، او ايه المايند جيم اللي بتحصل في عقلي تخلي نفس الخطأ يتكرر، او ايه المهاره اللي ناقصه عندي اللي بتخلي الخطأ ده يتكرر، او ايه المهاره اللي بستخدمها بشكل خاطئ فاصلحه فلاقيه يتكرر. يبقى انا هنا الطفل بيبذل مجهود، بيصلح من حاجه جواه، وهي فكره اللي احنا بنتكلم عليها احنا الكبار، تهذيب النفس. انا لما بهذب نفسي كشخص كبير بشوف ايه الصفه فيا او ايه الطبع فيا الصعب، ايه الطبع فيا اللي بيخليني ارجع لنفس الخطا تاني، اللي ارجع لنفس العاده تاني، اللي اعمل نفس الحاجات تاني، وابدا اهذب في نفسي واعمل ده. انا هنا بقى ببسطها خالص وبتكلم عنها بالنسبه للاطفال الصغيرين، اني اعلم الطفل انه يشوف الحاجات الداخليه اللي عنده ويبدا بتهذيب نفسه تدريجيا واحده واحده، وانت تساعديه على ده. هي نفس فكره بذل المجهود للحصول على فرص اخرى. انا بتغير اذا انا استحق فرصه اخرى، مش اديني فرص وانا هتغير هوريك انا هعمل ايه. حبيبي ابدا فكر ووريني انت بتعمل ايه عشان اديك الفرص الثانيه. لكن ما تقعدوش كل شويه تدوا الاطفال فرص وتدوا الناس اللي حواليكوا كلهم فرص وتقولوا انا هشوف بقى التغيير، وتقعدوا ثم تزوركم في مشاعر ايه. انا هقول لكم مشاعر الاحباط ومشاعر اللي هي خيبه الامل. خيبه الامل راكبه جمل دي، اللي هو خاب املي فيهم، خاب املي في صحابي، خاب املي في اهلي، خاب املي في مش عارف ايه. ايوه ليه؟ عشان انت عماله تدي فرص بتوقعات معينه، ماشي. وبعدين هم لما ما بيعملوش التوقعات ده انت بيزورك ايه؟ خذلان، خيبه امل، بتحسي بالخذلان في الاخر. طيب هي الفكره ان انا لما الاقي الشخص اللي قدامي بيعمل مجهود عشان يوريني انه اخطا فعلا وبيحاول يصلح الخطا بتاعه، هنا انا هبدا اقول لنفسي من جوه ايوه انا غاليه. ابني او بنتي او صاحبتي او جوزي او اي حد حواليا بيبدا يعمل مجهود عشان يوريني انه بيصلح الخطا بتاعه ده وبيصحح الحاجات. فده بذل مجهود، بذل مجهود يدل على الحب، على انه بيحب نفسه اولا وبيحبني. بيحب نفسه لما بيبدا يصلح اخطائه، وبيحبني لما بيثبت لي ان العلاقه اللي بينا تستحق اني اشوف الخطا اللي انا عملته وابدا ابذل مجهود عشان اصحح الغلط ده عشان احافظ على العلاقه دي. استخدمي التكنيك ده مع اي حد، ما تقعديش تدي فيه فرص بنسميها ايه، ده انا قلتها في اول الفيديو دون ضوابط. اي حاجه مفرطه دون ضوابط ستؤذيكي وستؤذي الطرف اللي معاكي. يعني الشخص اللي بيفرط في العطاء، بيفرط في التسامح، بيفرط في الحب، بيفرط في اي شيء. سبحان الله، احنا ديننا دين التوازن اصلا، لا افراط ولا تفريط، احنا في الوسط. الوسط جميل. احتوي الاخطاء واحتضني مساحه للخطا واسمحي بالخطا، ولكن مش بشكل مفرط. ما تفضليش طول الوقت ام متزمته وقاسيه ومش قابله ان ابنك اصلا يغلط. فانا هنا اكستريم، او الناحيه الثانيه الاكستريم، الناحيه الثانيه ان انا افضل اسمح له يغلط طول الوقت، يغلط طول الوقت، فيطلع طفل مدلل غير متحمل المسؤوليه، متجاهل، ما بيقدرش على المواجهه، شخص سلبي ما بيصححش اخطائه، بينسحب من الاشياء عشان مش قادر يبذل مجهود عشان الحاجات، وارجع اشتكي في الاخر ان العلاقات بتبوظ او عشان ما هي بذره، ما هي بنزرعها بتطلع حاجه وبعدين غيرنا بياخدها زي ما احنا خدنا من غيرنا قبل كده. فهي حلقه رايحين فيها. فعشان اكون انا شخص ربنا سبحانه وتعالى اداني اطفال، فانا مسؤوله عن الاطفال دي، لان بذره الاطفال اللي موجوده دي دلوقتي لما هتكبر هتكون اسره وعلاقات واب وام. يعني ما هو الطفل ده مش هيفضل طفل، هيكبر ثم يكون له اصحاب، يؤثر في المجتمع اللي حواليه، في اصحابه اللي حواليه، ثم هيكبر ويشتغل ويؤثر في مجتمع شغله، وهيتجوز ويخلف ويؤثر في بيته وعياله ومراته. فانا ساهمت في ان البذره دي تنتقل من مكان الى مكان، تنتقل
الطباع اللي فيه، بلاش اقول الطباع، خليها السلوكيات، لان كلمه الطبع دايما الناس بتاخدها على انه انا طبعي كده وما بتغيرش، بس هو الحقيقه انه ديننا جه يقوم ده، يعني جه يواجه ده. لو انت مش حليم فتعلم الحلم حتى تبقى تكون حليم. لو انت غاضب تعلم اداره غضبك، والرسول عليه الصلاه والسلام ادانا طرق لاداره الغضب، انك تتحرك، قول استغفر، قول اذكار، قوم من مكانك، لو انت قاعد قوم، لو انت قايم اقعد، لو انت واقف اتحرك، اعمل حاجه. ففكره دايما ديننا بيحثنا على بذل المجهود، اعمل حاجه، قول حاجه، فكر في حاجه، ما تقعدش كده مستني انه التغيرات والحاجات تيجي من حواليك دون ان تبذل انت اي مجهود. ولذلك الطفل لازم يبدا يتعلم من الام انه هو يبذل مجهود عشان ياخد الفرص. فاحنا الفرص بتعطى لما ابدا الاحظ تغييرات وابدا الاحظ مجهود، ما بنديش الفرص عشان الناس تتغير. انت مش بتقولي انا هديها فرصه تانية بقى، صاحبتي دي مثلا هديها فرصه تانية واشوف هي هتتغير ولا لا. حبيبتي هي مش هتتغير عشان هي خدت الفرصه خلاص، هي كانت عايزه فرصه تانية عشان تتكلم معاكي، خدت الفرصه، تتغير منين؟ خلاص استسهلت. احنا طبع البشر كده، احنا البشر عايزين ريموت كنترول زي ما قلت في الاول، نقعد كده ونقلب في براحتنا. لكن لا، انا هديها فرصه لما الاقي اسلوبها اتغير، طريقتها اتغير، لما لقيتها ادتني التقدير اللي استحقه، لما الاقي حاجه بتدل على ان في تغيير قادم، يبقى ساعتها ايوه ابدا ادي الفرصه. لكن ما تقعديش تدي فرص كده على طول لكل الناس، سواء لاولادك سواء لاي حد حواليكي. ولا تعلمي الطفل العطاء المفرط، ولا تعلمي الطفل البخل في العطاء. توازن دايما، لا افراط ولا تفريط. اشوفكم في فيديو جاي.